السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة شهيوات والتاويل المعمارية. اليوم غادي نوجد معكم واحد سندويشات كيجيو رائعين، كيجيو لذاذ بزاف بزاف، بواحد العجين ديال البطبوط اللي كيجي اولا الخبز العربي اللي كيجي خفيف وخاوي من الوسط ورقيق بزاف. آه، زيادة على هاد السندويشات كيجيو بنان وكيجيو لذاذ وساهلين في التحضير. على بركة الله غادي ندوزو باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. هنايا غادي ندوزو، اول حاجه غادي نديروها هو اننا غادي نتبلو طريفات ديال الدجاج ديالنا ونخليوهم يترقدوا. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الدجاج اولا داند على حسب الكميه، كل واحد شحال بغى يدير. غادي ناخذ نص معلقه معامره صغيره ديال الفلفل الاحمر الحلو عفوا، راس المعلقه صغيره ديال السكينجبير اولا الزنجبيل، راس المعلقه صغيره ديال الخرقوم اولا الكركم، معلقة صغيرة غير مملوءة ديال توابل الدجاج أو أي توابل عندكم ديروهم، أو توابل الشاورما. راس المعلقة صغيرة ديال الإبزار، معلقة صغيرة ديال لاموطارد، ومعلقة كبيرة ديال الكيتشوب. وما نسوش الملح حسب الذوق. غادي نحاول نخلط شويه هاد الطريفات ديال الدجاج ونخليهم في الثلاجه كيترقدوا. قد ما خليناهم مرقدين في هاد التتبيله قد ما كيجيو بنان. هنايا على بركه الله غندوزو باش نوجدوا العجين ديالنا. غادي ناخذ هنا 400 غرام ديال الدقيق، غادي نضيف لها معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، الملح حسب الذوق، وجوج معالق كبار ديال زيت المائدة. وغادي نعجن الكل بالماء دافئ. هاد العجين ديال هاد الخبز اولا الخبز العربي كيجي رقيق وكيجي خفيف وكيجي خاوي من الوسط. غادي نحاول نجمع العجين. هنا ضروري ما نعجنو بالماء دافئ لاننا دابا في فصل الشتاء والجو بارد. صافي من بعد ما جمعت العجين غادي نحاول ندلكها تقريبا واحد 3 دقائق. غادي ندلكوها حتى ما كتبقاش كتلتصق باليدين. هاد العجين كيجي ناجح وكيجي نقدروا نستعملوا فيه بزاف ديال الحشوات. هنا بعد ما دلكت العجين ديالي تقريبا بحال عجين الخبز، غادي نحاول نقسم العجين لكويرات. انا هنا غنقسمهم 8 ديال الكويرات. وتقريبا من الا وزناهم غادي انا وزنتهم لقيت كل كويره فيها 80 غرام. تقدروا ما توزنوهمش، ديروا عينكم ميزانكم. المهم شكلت 8 ديال الكويرات. غادي نحاول نشكلهم على شكل باغيت صغار، وهما راه كيبانوا لكم صغار ولكن من بعد راه كيختمروا وكيزيد يتضاعف الحجم ديالهم. وعاد مني كنسرحوهم باش نطيبوهم كيجيو كبارين. غادي نحاولوا نسدوا الجوانب ونشكلوهم على شكل باغيت صغار، وغادي نخليوهم يختمروا. كيف ما شفتوا انا هنايا العجين ما خليتهاش ترتاح، مباشره دزت باش نشكلها. العجين ديالنا ما نحتاجوش نخليوها تختمر لاننا دلكنا عفوا ترتاح. مباشره غندوزو نشكلوها، وغادي نحاولوا هنايا نغطيوها ونخليوها حتى تختمر. وفي هذا الاثناء غادي ندوز باش نوجد الحشوه ديالي. غادي ناخذ واحد المقلاة، غادي ندير فيها جوج معالق كبار ديال زيت المائده، وبصله مقطعه على شكل طولي. غنحاول نشحر هاد البصله مزيان ونضيف ليها الطريفات ديال الدجاج. هنايا حاول تكون العافيه تكون ماشي مهيله، تكون متوسطه باش ما يطلقش لينا الدجاج الماء. صافي غادي نشحر هنايا البصيله مع هذيك مع داك لاداند حتى غادي يطيب ليا. وغادي نضيف ليه الذره المصبره اولا مايس، والزيتون مقطع طريفات صغار. تقدروا تضيفوا الكورنيش، وتقدروا تضيفوا مثلا كروفيت الا كان عندكم كيجي بنين في هاد الحشوه. المهم تقدروا تضيفوا اي اضافه بغيتوا تضيفوها تقدروا تضيفوها. صافي هنا بعد ما ضفت المايس وضفت الزيتون مقطع هنا غادي نضيف من الفوق الجبن المربع، وغادي نخليه كيذوب ليا فوق الحشوه. حيت هنا انا ما غاديش ندهن الخبيزات ديالي بحتى شي صوص، غنكتفي غير بهذا الجبن كافي. هنايا من بعد ما اختمروا لينا هذوك الكريسات غنحاولوا هنا ضروري ما نستعنوا بالدقيق باش ما تلصقش لينا العجينه في سطح العمل.
غادي نحاولوا هنايا نسرحوها بالمدلك اولا الدلاك اولا الحلال رقيق على هذا الشكل هذا كيف ما كيبان لكم في الفيديو. ديما نستعنوا بالدقيق باش ما تلصقش لينا، ونحاولوا نشكلوها رقيقه. كل ما شكلنا البطبوط ديالنا رقيق كل ما كيجي خاوي من الوسط وكيجي رقيق وخفيف. هذا هو السمك ديالو. هنا غادي نشكل الكويرات اللي عندي كاملين وغادي ندوز مباشره باش نطيبهم. غادي نبدا بالباكيت الاولى اللي وجدت، هي اللي غادي نبدا نطيب فيها. ما كنخليهم لا يختمروا لا والو، كنخليهم يختمروا مره واحده، هي اللي كيف ما شفتوا في الفيديو. هنايا بعد بديت كنطيب فيهم. المقله ضروري ما تكون سخونه. غادي نضيفوا الباكيت ديالنا، بمجرد نحسوا به غير شد شويه راسو كنقلبوه صافي. نحسوا به عاوتاني شد راسو واحد شويه كنعاودوا نقلبوه، فديك الساعه كيبدا ينتفخ. مورا ما كنعاودوا نقلبوه المره الثانيه كيبدا ينتفخ لينا، كيجي خاوي من الوسط، كيجي ناجح 100%. هاد الباكيت تيقوني كيجي زوين، كيجي لذيذ، حتى بهاد الحشوه كيجي لذيذ. وهنا العافيه ما تكونش مهيله وما تكونش مرتفعه، تكون متوسطه او فوق المتوسط شويه. هنايا بعد ما كيف ما قلت لكم بعد ما كتشد راسها شي شويه كنقلبها وكنعاود عاوتاني نقلبها المره الثانيه، وموراها كتبدا تنتفخ ليا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كيجي كله منفوخ، وحتى الا كان فيها شي ثقب نحاولوا ناخذوا شي سباتول ونسدوا بها داك الثقب باش هذاك الهواء كيرجع فيها وكتنفخ معانا. حيت الا كان فيها الثقب ما كتنفخش. الا شفتوا فيها شي ثقب حاولوا تسدوه بسباتول حتى تنفخ ليكم. صافي انا غادي نكمل حتى نكمل الباكيت اللي عندي كامل، وغادي ندوزو باش نعمروا هذا الباكيت ديالنا. هنايا انا بالنسبه للحشوه اللي بغى يزيد البطاطا فريت يزيدها، اللي ما بغاش يستغنى عليها. شفتوا هنا دغيا ملي كنعاودوا نقلبوه كينتفخ لينا البطبوط ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي ناجح 100%. انا هنا غادي نقسمو على جوج وغادي نعمرهم ساندويشات كيجي لذيذ. غنحاول ندوب هذاك الفرماج في الحشوه ديالي. شفتوا كيفاش كيجي خاوي من الوسط، كيجيو ناجحين هاد البطيطات غير تيقوني اولا الخبز العربي. غنحاول ندوب هذيك الفرماج المربع في هذيك الحشوه، كيعطي واحد اللذه. يعني نقدروا نستغنيو على ديك كيتشوب اولا المايونيز او اللي بغى يديرهم كيديرهم. انا اكتفيت به بحال هكا وجاو لذاذ. هنا بالنسبه لهاد الحشوه ديال الدجاج وهذاك السلطه تقدروا تقليو البطاطا فريت وتضيفوها حتى هي في الحشوه، لكم الاختيار. كل واحد كتجي لذيذه بزاف حتى هي. انا اكتفيت بها مقليه بوحدها، ما ضفتهاش لهاد البطيبيطات او لهاد الباكيت. صافي هنا غادي نكمل هذا الساندويشات ديالي كاملين وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو لذاذ بزاف بزاف تيقوني، والخبز كيجي رقيق وكيجي خاوي من الوسط وكيجي رطب، والحشوه كتجي بنينه صحيه ما فيها لا. ما كندهنوش الخبز بالمايونيز او بالكيتشوب. هنا غادي نكون ساليت معكم لا فيديو. الا كنتوا اول مره كتصادفوا القناه ديالي كنقول لكم اشتركوا وضغطوا على الجرس باش تبقاو توصلوا بالجديد. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي جيم وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ومع الاحباب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وبسلام عليكم.